قال إله الانفجار العظيم، موجه تطور الحياة من مركب وحيد، مهندس الكون وعالم الكوانتم دون الذري، مصمم الدي ان ايه، قطعا ليس هو الاله البدوي الشاب الامرد صاحب الثعبان الاقرع، مرسل الملائكه للعن النساء، يهتز عرشه للجنس وتاكل كلماته الاغنام. فالاول هو خالقنا، بينما الثاني نحن الذي خلقناه. والله هذا الرجل لخص ال30 حلقه دي. فالاول هو الذي خلقنا، اما الثاني فنحن الذي خلقنا. خلقناه وين؟ في موروثنا، في تصوراتنا، في خطابنا الديني، تلقيناه من خطب المنابر الساذجة البسيطة. ذلك الإله الفوضوي الذي يتوعد خلقه بالشواية على الجمر والنار، قطعا لا يمكن أن نتصوره بهذه الطريقة، وهنالك من يتصور الله بالطريقة الأولى التي ذكرناها. إذن يا أحباب، أستطيع القول باختصار، وهذه الكلمات التي سأعبر عنها عن مفهوم كلمة الله تستطيع أنت أن تعبر بغيرها، ولكن يجب أن يظل الإطار الواسع، وأنا أقول الواسع والمحيط لمفهوم هذه الكلمة يختلف تماما عن التصور الموروث عندك. فالله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والذي له خمس الغنيمة، والذي يجده التائه في الصحاري، والذي يعدو خلف السراب وأدركه الموت، والذي فأينما نولي فثم وجهه، على حسب منطوق الآيات التي سردناها هو القانون الواحد الأوحد القائم القابض على أنظمة السنن الكونية. فبس كلمة قانون دي قد ما تكون دقيقة، لكن أكثر كلمة مستخدمة في محيط الشهادة عندنا وجدتها هي كلمة قانون. طيب يجي واحد حيقول لك العدرقاي يطلع ربنا قانون. القانون القائم القابض على أنظمة السنن الوجودية، وهو واحد. ومن صفات هذا القانون أنه فاعل حي، وقائم قيوم. يعني شنو قيوم؟ لا يغفل ولا ينفصل ولا ينقطع. مش عندنا أعظم آية في القرآن تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا أخذت هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم؟ أنت سألت نفسك؟ لو سألت أي أحد ولو في المراحل الأولى من الدراسة ما هي آية الكرسي؟ حيقول لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما هي أعظم آية في القرآن؟ يقول لك آية الكرسي. فتخيل أنه أعظم آية في القرآن وإنت ما فاهمها. ما ممكن عن السؤال عن الآية كأعظم آية في القرآن يعرف الإجابة أي حد، وطالما أنها هي أعظم آية معناها أكثر آية عميقة ودقيقة وخطيرة. الله القانون الذي لا قانون غيره، إذن هو واحد. الحي فاعل، حياته ذاتية غير مكتسبة. ما هو الفرق شنو ما بين حياتك وحياة الله؟ أنا حي، وهذا المصور أمامي حي، وهذا المخرج حي، والله الحي. فرق شنو بين حياتي وحياتك؟ فحياة الله ذاتية غير مكتسبة. يعني الله ما محتاج استمداد طاقة من سواه لكي يحافظ على حياته. انت حياتك مربوطة بالأكل والطعام والشراب، لو حبست منك الأكسجين 3 دقائق حياتك راحت فيها. لو منعت منك النوم، بس النوم 16 يوم حتموت. الأكل 4 5 يوم 6 يوم بتموت. الماء 3 يوم حتموت. الله سبحانه وتعالى حياته ذاتية،
صفة ذاتية لهذا القانون. يعني شنو القانون ده؟ حي. وأنا لما أقول لك القانون حي بمعنى فاعل بوعي، منظم، ما عشوائي، فاعل عنده فعل. لا تأخذه سنة ولا نوم، غفلة. ليه هذا القانون القابض على أنظمة السنن الكونية لا تأخذه سنة، غفلة واحدة، لانهار الوجود. تخيل هذا القانون لو حصلت له فصلة واحدة، سنة، غفلة بس، القيومية بتاعته لو غفلت لحظة لانهار الوجود، لأنه قابض عليه. الوجود كله مبني عليه باختلاف تشكله ووسعه، مبني على هذا القانون الواحد. ولا نوم. ولما نقول لك نوم، طوالي خيالك بيذهب إلى الوسادة والسرير. نوم خمول، فاعل على الدوام، يعني ما بيستكي، ما بيسترخي، ومتغلغل في كل ذرات الوجود من الذرة إلى المجرة. ولكن المشكلة على أن علماء الفيزياء أوهمونا على أن القوانين متعددة: قانون الجاذبية، قانون معارف ردة الفعل، قانون الطفو، قانون الطيران، قانون تفاعل الفلزات، كلها سموها شنو؟ قوانين. هل هي مجموعة بتاعت قوانين تعمل مع بعضها كفريق؟ أنا أقول لك قوانين بما في ذلك القوانين الكيميائية والقوانين الفيزيائية في الوجود ده كله. القوانين دي عبارة عن فريق متجانس تعمل مع بعض، أم هي قانون واحد يختلف تشكله وظيفته في كل ذرة بينما هو واحد؟ يعني القانون القائم على خاصية الشد والطرد المغناطيسي بين الكواكب والأفلاك هو نفس قانون تصلب الماس.